كل على عيونكم، معاكم أكلة وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض الجيلي كولا أو الجامي بير بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمله بشكلين زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الأطعمة الأربعة اللي انتم شايفينها دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مكونين اتنين بس هنعمل بيهم الكمية اللي انتم شايفينها دي. هنعمل الألوان والأشكال الجميلة اللي ولادنا بيتهبلوا عليها، وكمان في ناس لسه كبيرة لحد دلوقتي بتحبه وأنا واحدة منهم. يلا بينا على الفيديو بتاعنا. شايفين المطة بتاعتنا جميلة ازاي؟ بيمط زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. هتعملي كميه حلوه، بدل الكيس اللي انت بتجيبيه 5 جنيه ولا ب 10 جنيه بيبقى فيه 5 ولا 3. هنعمله هنا شرايط، وهنعمله كمان دباديب. انا عملت لك كمان نوع الشرايط ده عشان لو ما عندكيش القالب بتاع الدباديب ده تقدري تعمليه لاولادك وتستمتعي بيه وتنبسطي وتعملي لهم الشكل الحلو ده اللي هما بيحبوه. ده اسمه سباكيتي جيلي، جميل جدا 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 وطعمه حلو قوي وهيعجب ولادك جدا وهيتهبلوا عليه. يلا بينا بقى على الطريقه بتاعتنا. المقادير اللي احنا هنستخدمها دي هنستخدمها لكل لون هنستخدمه. انا هنا معايا معلقتين كبار من الجيلاتين، حطيت عليهم معلقتين كبار من الميه. هنعمل الخليط بتاعنا ده وهنسيبه لمدة 10 دقايق على الرخامة. عبال بقى ما هو يتماسك معانا هنجيب الالوان بتاعتنا. ده كيس جيلي، هتجيبي النوع اللي انت عايزاه، الطعم اللي ولادك بيحبوه، اللون اللي هما بيحبوه. يا دوبك بنحط الكيس بتاع الجيلي العادي خالص اللي احنا بنجيبه من اي سوبر ماركت ونحط عليه ربع كوبايه من الميه. انا النهارده عامله لك 4 اطعم، عملت الاحمر الفراوله والاخضر تفاح، وعملت الاصفر الاناناس، والبرتقاني هتلاقيه يا مشمش يا مانجا حسب ما تلاقي في السوبر ماركت، والاتنين طعمهم حلو هيعجبكم جدا. طبعا انا سبت الجيلاتين لمدة 10 دقايق على الرخامة، وبعد كده حطيت الجيلي اللي احنا حطينا عليه ربع كوباية من المية على النار. اول ما بدأ يغلي معانا زي ما انتم شايفين كده هنبدأ ننزل بخليط الجيلاتين اللي احنا سيبناه على الرخامة لمدة 10 دقايق. لازم تسيبيه 10 دقايق، لو زودت على ال10 دقايق ده هيعمل تماسك عالي جدا، ولو قللتي عنه مش هيديكي القوام المطاطي الجميل بتاع التماسك بتاع الجيلي. انا عايزاكي 10 دقايق بالظبط تعمليه. زي ما شايفين كده انا حطيت اللون الاحمر على النار، وبعد كده نزلت عليه بالجيلاتين. كل مقدار او كل كيس من الجيلي اللي حطينا عليه ربع كوبايه من الميه عليه معلقتين كبار من الجيلاتين، عليهم معلقتين كبار من الميه. انا ماشيه معاكي خطوه بخطوه اهو، لون بلون بوريكي كل الخطوات بتاعتي. بكل سهوله هتقدري تعمليه بكل سهوله لاولادك وهينبسطوا بيه جدا. زي ما انتم شايفين كده انا هنا بحط اللون بتاعي على النار يغلي، انزل بالجيلاتين. اول ما يدوب معايا كده خلاص اقوم طافيه النار على طول. طريقه سهله وبسيطه جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. انا طبعا منتظره ارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات تحت، وهقول لكم كمان على القصه بتاعت الجيلي بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده انا هنا بعد ما الخليط بتاعي خلص هبدأ بقى اجيب القالب بتاعي بتاع الدباديب ده. تسألوني القالب ده جبته منين؟ هقول لكم من اي محل بيبيع مستلزمات الحلواني. ومعايا القطاره بتاعتي دي، القطاره دي كانت في الدواء بتاع بنتي. لو انتوا عارفينه كده دواء بيكون فيه اي قطاره. لو ما عندكيش انتي القطاره دي هتتصرفي ازاي وتقدري تنوي القالب بتاعك؟ هتجيبي اي حقنه 3 سنتي 5 سنتي، اتصرفي وهتمليها وتبدأي تحطي بقى في القالب بتاعك مكعبات صغيرة. عندك المكعبات أشكال أكبر شوية تقدري تعمليها، ولكن أنا حبيت أعملك الشكل المعتاد بتاع الجيلي اللي هو على شكل دبدوب ده علشان خاطر الأطفال متعودين عليه. هنبدأ نملى زي ما انتم شايفين كده واحدة واحدة. لو عمل معاكي فقاقيع هتجيبي خلة السنان وتبدأي تحركيها في الجزء اللي هو عمل فيه فقاقيع، هتلاقيها راحت خالص. زي ما انتم شايفين كده انا بملى بكل هدوء خالص. هسيبها على الرخامه بعد ما املى القالب بتاعي لمده 10 دقايق او ربع ساعه، يا دوبك يتماسك معانا كده ويبقى ماسك معايا في القالب، ما يبقاش سايل، بيمسك معاكي على طول. طب افرض وانتي بقى بتملي القالب بتاعك ده لقيتي الخليط في الحله بتاعك مسك، مفيش اي مشكله خالص. هنولع النار تاني على نار هاديه وهيرجع يسيح معانا وتقدري تستخدميه تاني وتمليه بالقطاره تاني وتملي في القوالب بتاعتك. انا هنا كمان عامله لك حل تاني وشكل تاني. لو انت ما عندكيش قوالب خالص، لا سيليكون ولا اي نوع قالب خالص، انا هقول لك على طريقه سهله وبسيطه جدا هنعمل بيها شكل تاني. شكل الاسباجيتي هيطلع معانا جميل. انا هنا بعد ما سبته 10 دقايق على الرخامه وبعد كده دخلته التلاجة وبدات افرغه، قعد في التلاجة لمدة يوم كامل. لو عايزة المطة الحلوة اللي انت شفتيها دي ويفضل متماسك معاكي وما يسيحش معاكي، بعد اليوم الكامل ده هتطلعيه وتفرغيه هيقعد معاكي ايام واسبوع مش هيجرى له اي حاجه خالص وهيفضل ماسك نفسه جميل جدا. شايفين الشكل حلو ازاي؟ شايفين الطعم والجمال والالوان الحلوه ازاي؟
هيعجبكم جدا، جربوه على ضمانتي. طبعا انا اول مره عملت الجيلي كولا ده عملته كذا مره عشان خاطر الجيلاتين ما كانش بيمسك معايا، وحاولت كذا مره لحد ما جربت الوصفه دي. عشان كده انا بقول لكم الوصفه دي على ضمانتي، جربوها هتمسك معاكم من اول مره وهيظبط معاكم على طول. ده الشكل اللي احنا طلعناه الاورنج، وطلعنا الاخضر، وطلعنا الاحمر، وكمان عملنا الاصفر. نيجي بقى للشكل التاني. لو انت ما عندكيش قالب، زي ما انتم شايفين كده علبة تلاجة بسيطة خالص صغيرة، هنبدأ نصب فيها الخليط، يا دوبك الارتفاع بتاعه يبقى نص سنتي. انا العلبة دي دهنتها دهنة بسيطة خالص من الزيت، ما تزوديش في الزيت عشان يطلع معاكي بكل سهولة. شايفين طلع معايا ازاي؟ برضو سبته على الرخام لمدة 10 دقايق، وبعد كده دخلته التلاجة لمدة ليلة كاملة. وبعد كده يطلع معاكي حلو خالص، تقدري تقطعيه بالقطاعة اللي احنا مقطعينها دي، هيطلع شرايط شكلها حلو قوي وولادك هيتهبلوا عليها. طب انا ما عنديش القطاعه بتاعتي دي، تقدري تقطعيها بالسكينه، مفيش اي مشكله خالص، ما توقفيش، اتصرفي باللي عندك. هنعمل اشكال حلوه وجميله جدا. طبعا انا قطعت الاورنج قدامكم، ونقطع الاحمر. قطعي الشرايط بقى اللي انت عايزاها، عايزه شرايط تخينه، شرايط رفيعه، هيطلع معاكي حلوه جدا. تقدري تعملي الشكل اللي يعجبك. انا كده بقى طبعا سهلتها لكم، مفيش عندكم حجه. اعملوا بقى الوصفه، وفي انتظار ارائكم وتعليقاتكم. تعالوا بقى نشوف الاخضر بتاعنا كمان. شايفين المطه بتاعته حلوه ازاي؟ جميله جدا. هنقطع برضو زي ما انتم شايفين كده، بنقطع رفيع او تخين، هنا بيطلع حلو جدا. اهم حاجه بس السمك يبقى معانا نص سنتي. وتقدري كمان لو انت ما عندكيش القالب بتاع الدبدوب، تقدري تعملي الكميه كلها في علبه التلاجة، هيطلع معاكي حلو جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. في انتظار ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المشاهده، واتمنى تجربوه. باي باي.